فالعقل البشري بقى بيعمل ايه؟ بيحاول يحطك في الكومفورت زون قد ما يقدر. العقل بيقاوم التغير. فانا ده مش محتوايا في العادي، بس حقيقي كان لازم اجي اقول لكم عن الكتاب اللي انا قريته ده. كان في كتاب اسمه The War of Arts للكاتب ستيفن بريسفيلد. الكتاب ده بجد غير منظوري لحاجات كتيرة قوي قوي، شخصيا. واعتقد لما اديكوا نبذة عنه وعن اللي موجود جواه هتفهموا اللي انا بتكلم عنه. هو في العموم كده الكتاب ده بيتكلم عن الحرب اللي بتكون جواك او بينك وبين نفسك لما تقرر تعمل اي حاجة ليها معنى في حياتك. ستيفن بيعرفنا انه في الحالة دي العدو بتاعنا هي المقاومة او resistance زي ما بنسميها في الكتاب بتاعه. طيب ايه المقاومة دي؟ بصوا، الريزيستنس ممكن تبقى في كذا شكل، بس في الحالة دي ممكن تبقى في شكل تأجيل، ممكن تبقى في شكل خوف من الفشل أو خوف من النجاح، ممكن تبقى في شكل perfectionism المثالية، ممكن تبقى في شكل هعملها بكرة، انك هتعمل حاجة لبكرة، او انك تبقى وراك حاجة مهمة عايز تعملها ومرة واحدة تقوم تقرر انك تنظف اوضتك مثلا او تنظفي اوضتك، تعملوا حاجة انتوا اصلا مش ضرورية تعملوها حاليا او مش بتعملوها في العادة، بس علشان وراكوا حاجة مهمة قوي محتاجين تخلصوها. وامشور ان احنا اغلبنا ان ما كانش كلنا، لان انا واحدة منكم فاهم اللي انا بقوله واللي انا بتكلم عنه دلوقتي حالا. وده يبين لكم العلاقة الطردية اللي بتبقى ما بين الشغل المهم اللي وراك او الحاجة اللي انت عايز تتعلمها، الحاجة اللي انت عايز تحققها، والمقاومة. المقاومة دي بتبقى جوانا عامة. فكل ما زاد الشغل المهم او الحاجة الحلوة اللي انت عايز تعملها لنفسك علشان تتطور، علشان تغير من حياتك، كل ما المقاومة دي زادت. طيب السؤال هنا اللي بيطرح نفسه، ليه ده بيحصل؟ انا هقول لكم. دلوقتي انت لما تيجي تتعلم حاجة جديدة، الحاجة دي ممكن تغيرك، الحاجة دي ممكن تعرضك لتجارب مختلفة، الحاجة دي ممكن تطورك، والحاجة دي محتاجة شجاعة. فالعقل البشري بقى بيعمل ايه؟ بيحاول يحطك في الكومفورت زون قد ما يقدر. العقل بيقاوم التغير، بيقاوم التغير علشان هو داخل على حاجة هو مش عارفها. يعني عقلنا بيمشي بمبدأ اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، من الآخر كده. وcomfort هنا equals no growth. مش هتتطور لو فضلت في الحتة اللي مريحاك، عمرك ما هتتطور. دلوقتي بقى يا جماعة، عمنا ستيفن بريسفيلد ده عمل ايه؟ قسم الناس لنوعين: نوع immature او هاوي، والشخص التاني اللي هو professional او الشخص المحترف اللي عارف هو عايز يعمل ايه وهيعمله امتى. النوع الاول ده بيبقى دايما مستني الحاجة تجيله على طبق من ذهب زي ما بنقول كده، تمام؟ دايما بيبقى مستني motivation، دايما بيبقى مستني او ماشي ورا احساسه. انا حاسس بايه دلوقتي فده اللي هنعمله. كويس ان الانسان يمشي ورا احساسه بس مش دايما، عشان زي ما قلتلكوا او زي ما اتفقنا العقل دايما بيحاول يحطنا في الكومفورت زون، وصدقوني لو فضلنا في الكومفورت زون دي مش هنعمل اي حاجه في حياتنا. تمام. تالت حاجه، ممكن الانسان ده ياخد الريزيستنس او المقاومه اللي عقله بيعملها بشكل شخصي، ويشك في نفسه مثلا، اللي هو انا اكيد في حاجه، انا لا انا مش قد الحاجه دي، انا انسان مش عارفه ايه. يقعد بقى بتشكك في نفسك وتاخد الحاجه ايه بيرسونال، مش بتشوف ان دي جزء من الرحله اصلا، ان انت يكون في مقاومه من عقلك دي حاجه طبيعيه. وحاجه مهمه برضو ان النوع الاول ده بيسيب الحاجه لما تكون صعبه. يعني مثلا لو انت في شغل صعب، هو بيفضل ان هو يسيبه على انه يقاوم ويكمل ويتحدى نفسه. الشخص التاني ده بقى اللي اتكلم عنه ستيفن بريسفيلد اللي هو البروفيشنال، بيقولك ان الشخص ده بيشو up every day مهما كان هو حاسس بايه، ومهما كان ايه اللي حاصل، هو كل يوم بيشو up، يعني بيقوم وبيعمل اللي وراه ايا كان، بيثبت لنفسه انه الحاجه دي خلاص احنا عايزين نعملها فهنعملها. وبرضو الشخص ده البروفيشنال ممكن بيعمل لنفسه زي تو دو ليست او سكيدجول يمشي عليه، ويتشيك كل حاجه بيعملها كده علشان يبقى دايما شايف قدامه هو ايه اللي بيعمله وماشي ازاي وبيحقق اللي هو عايزه ولا لا. ما يخليش حاجه تعطله ولا حاجه تشتته. والنوع ده برضو بيقولك ان هو بياخد الخوف كشيء معترف بيه. يعني انا معترف ان في خوف بس مش بطيعه. ده المايند سيت اللي بيمشي عليه اللي هو البروفيشنال.
هو معترف بالخوف بس مش سايبه يتحكم فيه. ده طبعا يا جماعة بينطبق على المذاكرة، بينطبق على التعليم، بينطبق على التدريس، بينطبق على صناعة المحتوى، بينطبق على لعب الرياضة، بينطبق على أي شيء في حياتكم. وده هيكون بيحصل معاكم وهتمر بيه. فاللي عاوزة أقوله لكم بقى ان you don't defeat resistance by thinking. احنا مش بنهزم المقاومة عن طريق ان احنا بنفكر فيها كتير ونقعد overthink الموضوع. no, we defeat it by action. عن طريق ان احنا نقوم ونعمل الفعل، نشتغل، مش نفضل قاعدين ونفكر وازاي هنقوم. طب ما انت الوقت اللي هتضيعه في التفكير ده، قوم انجز حاجة، اعمل حاجة في يومك. فاللي عاوزة اقوله انك ابدأ وانت قرفان، ابدأ وانت تعبان، ابدأ وانت مش حاسس انك عايز تبدأ. قوم واعمل الحاجة بجد اللي انت نفسك تعملها، بس عقلك موقفك مكانك وعمال يحبط فيك ويقولك في حاجات مش حقيقية، وهو اللي بيحطها لك علشان تصدقها وتفضل في الكومفورت زون بتاعتك. وفي مقولة من الكتاب ده انا حاسة ان لما قريتها بجد فتحت عيني على حاجات كتير قوي، عملت لي mind blowing كده، اللي هو ده بجد حقيقي قوي. بتقول ايه؟ بتقول most of us have two lives: the lives we live and the lives we're capable of living. كل واحد فينا عنده حياتين: الحياة اللي انت عايشها حاليا، والحياة اللي انت عندك القدرة على انك تعيشها ومش عايشها دلوقتي، وطبعا دي الحياة الأفضل. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." في مقولة برضو بيقولها and it hit me so hard. كان بيقول you know what to do to make your life better, but the problem is you just don't do it. مش بتعملها. يعني انت عارف ايه اللي ممكن تعمله علشان تحسن من حياتك بس مش بتعمله. زي مثلا the fact that انك لو اتعلمت English ده هيحسن من السي في بتاعك جدا وهيفتح لك فرص كتيرة قوي للشغل، او any language. يا جماعة بلاش نخصص الانجليش بس، ده عشان هو اللغة المعتمدة worldwide دلوقتي. فانت عارف هي قد ايه ممكن تفتح لك ابواب بجد لو اتقنتها بقيت فلوينت فيها، بس عقلك يقعد يقلل منك، تقعد تقاوم، تقعد تقول لا دي كبيرة، لا دي صعبة، لا انا لسه هقعد اتعلم من الاول، ده انا مستوايا فيها زي الزفت، انا حاولت مرة واتنين وتلاتة وما ينفعش. if you don't fail you don't try. لو انت ما فشلتش يبقى انت مش بتحاول. بس ده كل اللي عاوزة اقوله. سلام.